أعزائي المشاهدين، صباحكم فل، ومعنا حلقة جديدة النهاردة من مطبخ لايف. إن شاء الله معنا منيو جميل جدا النهاردة. هنعمل لكم البامية بطريقتين. بس طبعا هنشتغلها بطريقة المطبخ السوري. هنعمل بامية بلحمة وبامية صيامي، وهنعمل شوية رز بالشعرية جنبها. خليكم معايا، نبتدي كده نقول بسم الله. ربنا يفتحها علينا كده على الصبح كده، ويا رب يكون صباحكم خير وسعادة جميعا بإذن الله. نتوكل على الله. احنا محضرين نفسنا ومظبطين الكلام كله. حضرتك دلوقتي ست الكل وست الستات، معانا البامية باللحمة. البامية باللحمة هتاخد صلصة، وهتاخد تومة، وهتاخد بصلة، وهتاخد معانا 7 بهارات وفلفل أسمر، وهتاخد معانا شوربة لحمة. هنشوف دلوقتي هنعمل الموضوع ده ازاي. يلا بينا نبتدي بقى. ايه مش عارف، انا ما عادش فيه خامات حلوة. ايه ده؟ الوانتيات كلها بتتقطع. يلا بينا نبتدي بالمقادير بتاعتنا. بس ايه، هنطبق المقادير دي على الهوا. اول حاجة بالنسبة للبامية عندنا هنا هنقليها. طبعا احنا لازم تاخد البامية معانا قلية، فاحنا نستغل فرصتنا ننزلها في الزيت ونشوف هنعمل رزنا ازاي. ايوه، يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا انا ايه هوريكم دلوقتي اللي هي الصيامي. طبعا هي فيها ميه كده بتخش شويه، بس اللي هي الصيامي انا مش هقليها، هسلقها، هديها سلقه بسيطه. يا الله، يلا بينا. الصيامي انا هديها سلقه، هتشوف ازاي هنسلقها ونضربها في المفرمه. هتبقى بالظبط كده زي ما نقول ايه، باميه ويكا. انا شفتها في المطبخ المصري، هي نفسها الباميه الويكا تقريبا. طيب، نستغل الفرصه على ما الباميه بتاعتنا تتقلي وننزل بالرز الابيض. انا طبعا ايه، مقلي هنا شعريه عندي. تمام يا فندم. نشوف المقادير بتاعه الرز على الشاشه. معاكم المقادير بتاعه الرز يا جماعه على الشاشه. هنحط رز ايه مصري ابيض مع شعريه، وهنحط له 7 بهارات وحبه فلفل اسمر، بس ما فيش حاجه تانية هتكون معاه. عاوزين نحط، ممكن نحط بصله كده على الخفيف كده حاجه يعني، او ممكن نحط ايه تومه بسيطه بس، يعني كده سنس. اه طيب، احنا نزلنا بالزيت وحطيت حبه توم بسيطه، تمام، حبه صغيره تشعيره يعني. ودلوقتي ايه، انا المفروض ان انا احط بصله عريانه، وادي ايه بصله عريانه، يعني ايه بصله متقشره بس مش متقطعه. بس انا عندي بصل مفروم هنا ناعم جدا، فاستغل الفرصه بتاعته دي انه موجود معايا يعني. هحطه تمام كده، وهنزل بقى ايه مكعب بسيط شوربه. بس احنا بما ان معانا ايه، قلنا في باميه صيامي، فلذلك ايه الرز بقى الشوربه بتاعته عباره عن شوربه خضار. لحد هنا متفقين على الكلام ده. طيب، وهحط بقى ايه حبه الفلفل قبل ما انزل بايه بالرز. ليه بقى؟ هقول لكم بقى. عاوز ادخن التوابل عشان تنطر الزيت بتاعها بره وتديني سنس حلو في الاكل. تمام يا جماعه، لحد هنا 100 100. يا رب يا كريم. اهو بس زيتنا يسخن شويه كده وبصلتنا تتدبل حبه. طيب، في عندنا هنا بقى يا جماعه اهو بدات الباميه تاخد معايا لون. انا مش عاوز اقليها، انا مش بعمل باميه مقليه. فطالما من فوق خدت لون كده حبه بسيطه اهو زي ما انتم شايفين كده، خلاص بدات تاخد اللون ده، يبقى انا ايه كده تمام. ما عدتش عاوز منها حاجه تاني. بس احنا بقى الباميه النهارده غششتنا شويه عشان الزيت كان سخن،
فتنتبهوا بقى وانتوا شغالين البنانيت الجداد، عشان ايه الزيت بقى الزيت ما يحرقش ايديكم. تمام. فقعدينا ايه بس نمسح حبة الزيت دول. يا سلام اهو. طيب انا دلوقتي عاوز ارفع ايه البامية بتاعتي. نقول بسم الله اهو. طلعها بقى ايه منديل تحت منها عشان ايه البامية تصفي الزيت بتاعها شوية كده. يا سلام يا سلام، شايفين خضرة حلوة مش مقلية. انتبهوا يا جماعة، دي تشميعة بس عشان لما انزل عليها بقى بالصلصة البامية ايه ما تبقاش بايشة كده مني اظن ده طبقنا حلو. ممكن نزود شوية، والله انا شايف الكمية دي قليلة. تعالوا نزود حبة بسيطة. ايوه حبة صغيرين بس نحطهم ايه على الهداوة عشان ما نطفش الزيت بتاعنا. يا سلام يا عيني يا عيني عليك يا بلبل. كده مية مية كده، ما نزلناش زيت خالص. طيب نشوف بس عندي انا هنا الزيت بتاعي بدأ يسخن هنا بتاع الرز. طيب بالنسبة للشعرية انا عندي شعرية هنا مقلية اهي، وعاوز ايه التركات الصغيرة دي بقى كلها عشان ايه البنانيت اللي متجوزين جديد. الشعرية اي مقلي بالزيت سواء كان عيش سواء كان آه آه شعرية اي حاجة، مش معنى ان انا طفيت النار عليه يبقى هو ايه وقف سوا. فبتلاقي ممكن انا اجي اطفي النار وخلاص وطمنت، لا ابص على الحاجة الاقيها متفحمة. طيب ازاي احنا نتجاوز الخطوة دي؟ مجرد وصلنا للون اللي احنا عاوزينه نروح ايه مباشرة رافعين الحاجة من على النار، فهتديني اللون الجميل اللي انا عاوزه. فالموضوع ده منطبق كمان ايه على المكرونات. المكرونة قبل ما تجيب سواها بشوية في المسلوق اطفي عليها واسيبها في المية دقيقتين عشان ما تعجنش، تلاقيها استوت لوحدها. تطلع اغسلها بمية ساقعة فورا عشان طول ما هي سخنة، يعني كل مادة وليها ايه وضعها. طيب فاحنا دلوقتي واحنا شغالين كل حاجة هنديكوا الشرح الكامل المفصل ليها عشان ما نقعش باي اخطاء والناس بقى ايه تقول علينا بقى مش عارفين يشتغلوا. يا اما تيجي الحمل الكنه بقى تقول لها انت ما بتعرفيش تطبخي ما علموكيش. فانا ايه بريح لكم الامور. طيب دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هننزل بالشعريه بتاعتنا على الحله اهو اهو. بس انا هاخد نص الشعريه دي اكثر ولا اقل. طيب الرز اللي عاوز احطه تقريبا مقدار كوبين رز، يعني انا مش عاوز اكتر من كده. عاوز احط 2 كوب رز يعني كده طبق حلو نعمل فرمه منه لذيذه شكلها يكون جميل. كمان ايه لازم الاكل يكون متنسق بشكل جميل. طبعا الشعريه دي انا عندي متشوحه خلصانه فانا مش محتاج ان انا اديها نار تاني دلوقتي. بس ايه ارفع الباميه الثانيه اللي عملتها هنا وكده. الباميه بتاعتنا جاهزه وهنشوف بقى ازاي هننزل بيها بقى ايه نسبكها. ادي طبق الباميه بتاعنا جاهز خضرة وجميله. نرفع الزيت ده كده على جنب بس عشان ايه ما يضايقناش واحنا هنرجع له تاني محتاجين. طيب هنزل انا بالرز. هحط تقريبا عاوز مقدار كوبين رز. هقدرهم انا الكميه اللي عندي هنا اربع كوبايات رز، فهاخد ايه نصها. تمام كده. وانا توابلي محطوطه والمرقه بتاعتي محطوطه وكل حاجتي تمام. يا سلام اهو. نقلبه بقى بالشعريه. في بالنسبه للرز ناس بتحب الشعريه كتيره، ناس بتحبها قليله، فده موضوع يعني بيرجع لكم انتوا بالنسبه للشغل عاوزين تحطوا كميه الشعريه. طيب انا دلوقتي هستأذنكم نطلع فاصل 5 دقايق ونرجع لكم تاني. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني. يا مرحبا. انا ما غششتش،
هقول لكم عملت ايه في الوقت اللي طلعنا فيه فاصل بسيط يعني. العيار الميه بتاع الرز بشكل عام عشان لا يعجن معانا ولا يحصل، هنعمل ايه بقى؟ هقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه العيار بتاع الرز هو عباره عن عقله صباع، يعني انا اخد مثلا ايه، عقله صباع كده على المعلقه اهو، قست كده اهو، هروح نازل كده اهو، لا ناقصه شويه. طيب حاضر حاضر. طيب احنا دلوقتي قلنا الرز عقلة صباع اهو، وكل مين على مقاس صبعه يعني عادي جدا ما فيش اي مشاكل اهو. اخدت عقلة الصباع على المعلقة اهي مثلا اهو، اهو كده هو ده. فاجي ايه، انا واخد عقلة كده، اروح قايس المية اهي، خلاص عقلة مظبوطة. طيب اقلب الرز شوية، انا عاوزه ايه يغلي، يقلب قلبة واحدة بس. وبعدين في نقطة، لنفرض ان الرز ده انا نشف ميته وكل حاجة ولقيته قاسي شوية، مش مشكلة ان انا اضيف عليه حبة مية تاني هيستوي. بس لو المية زيادة وعجن مننا مش هنعرف نعمل له حاجة. فانا كده بديكوا ايه الاختصار بتاع الرز بيتعمل ازاي. تمام، عشان تدعوا لي ربنا يوفقكم كده تعملوا رزة حلوة في البيت. طيب دلوقتي الرز خلاص كده يعتبر ايه جاهز اهو، شرب ميته علي اهو. شايفين ازاي الرزة دي بتشرب مية بسرعة. بعدين في انواع من الرز كمان، في مشاكل كتير في الرز تنتبهوا منها. الرز لو متخزن قديم انا شايفه محتاج ميه شويه، بس دي نظرتي كشيف انا يعني. اذا متخزن لفتره طويله بيبقى ايه تعامله مع الميه مختلف عن انه يكون رز فريش لسه طالع من الحصاد من السيزون بتاعه، ما بيقبلش ميه كتير. اما اذا كان الرز قديم بيحتاج ميه زياده. احنا هنغطي عليه كده، نسيبه على نار عاليه لمده دقيقتين او 3 بس، وبعد كده هنوطيه بقى نحطه على 2 أو 3 حسب البوتاجاز اللي عندكم. لو عندكم بوتاجاز عادي فبتبقى شمعه صغيره كده، او ممكن في شياطه تستعمل شياطه برضو، يعني له كتير اتجاهات. طيب دلوقتي احنا خلصنا الرز بتاعنا اهو جاهز، والباميه بتاعتنا اتقلت. عندنا خطوتين تانيين هنخش فيهم. اول خطوه اللي عاوز انا ابتدي ايه، اجهز الباميه الصيامي. تمام. طيب فهروح انا ايه نازل بقى الباميه الصيامي تقريبا هي مقاديرها نفس الباميه التانيه، بس ما فيهاش لحمه. تمام. ف هنحط مثلا عندنا باميه هنشوف المقادير على الشاشه طبعا دلوقتي هننزلها لنا. هنحط الباميه وهنديها اول حاجه سلقه ميه، هيبقى في معاها صلصه طماطم، هيبقى في معاها بصل، هيبقى في معاها توم، هيبقى في معاها 7 بهارات، واظن كده حلو قوي مش محتاجين اكتر من كده. انا هخدعها تخديعه بسيطه جدا في الميه. وهبتدي دلوقتي اعمل الطبق الباميه. طيب انا الميه السخنه دي مش محتاجها دلوقتي جنبي، هنقلها على هنا كده عشان نوسع ايه لنفسنا مكان، ونبتدي ايه نحضر الباميه اللي هي باللحمه. طيب يلا نبتدي الاول ننزل بالزيت بتاعنا، ومش محتاجين كتير لانه ليه آه. طيب في سؤال هنا اتسأل لي من حد بالنسبة للبامية ليه احنا شمعناها بالزيت. حلو قوي. انا مش قالتها، انا اديتها صدمة، عاوز اقفل المسام بتاعتها، مش عاوزها تشرب مية في التسبيك تاخد مية صلصة وكده وتبقى ايه مهرية، عاوزها تطلع بقوامها الجميل. فعملية صدمة الزيت دي هي بتخلي الحاجة تحافظ على الرونق بتاعها شوية. هي دي كل الفكرة من عملية التشميع. وممكن ان احنا ممكن ما نقليهاش، بس احنا كده في المطبخ السوري متعودين ان نشمعها. طيب دلوقتي البامية بلحمة. مه. طيب نن...
صباحكم فل. عاوز اقول لكم حاجه للمشاهدين الكرام وانتم معايا ولطاقم الاعداد وكله. يا رب يا رب ربنا يفتحها عليكم على الصبح، ويا رب يكون يومنا سعيد، وربنا يبعت لكم اخبار سعيده وفلوس كتيره وشغل ومصالح. يا رب تبقى الدنيا معاك فل، ويا رب كل واحد يجي له على عدد الباميه اللي انا عاملها 1000 جنيه كل واحد. كويس كده ولا عاوزين اكتر؟ انا دعواتي مستجابه، خدوا بالكم فيا لله يعني. والله يا عدد الرز ماشي. بصوا الاعداد، طب بلاش طمع يا جماعه يعني. ماشي انا بقول باميه حلوين دول 60 70 الف جنيه على الصبح، بس على عدد الرز دول عاوزين عربيه نص نقل بقى. بعدين هيتقال لنا من اين لك هذا بقى، خلينا بالباميه حلوه. طيب دلوقتي انا عملت ايه؟ اول حاجه عملتها ان انا نزلت بالزيت، بعدين نزلت بالتومه، بعدين نزلت بالبصله. تمام كده احنا مية مية. هننزل بقى بالباميه، والباميه بما انها متشمعه ومسامها مقفوله. بصوا محافظه، بصوا خضره ازاي. يعني حتى لو خدتوا بالكم ان الآلية دي التشميع مش صدمة الزيت دي عطت اللون بتاعها. بعدين لو فيها رطوبة، يعني ايه رطوبة؟ هتقولوا لي انت منزلها بمية ومنزلها بتتكلم في الرطوبة. لا، رطوبة يعني هي من جواها لان دي فروزن، فاكيد ايه مخزنة تلج، فلما بتفك بتلاقيها كده ايه مندية يعني. فصدمة الزيت دي بتنطر المية دي كلها بره وبتشمعها، بتديها التيست الصح بتاعها في الاكل. يعني ده خدوه مني بعد خبرة طويلة. طيب احنا كده بقى هننزل بقى عليها بايه؟ بصلصة الطماطم. تمام يلا بينا. عشان بعد الصلصة هنديها مية. هنحط معلقتين صلصة طماطم 3. لو في عندكم طماطم فريش مطحونة، طماطم فريش مضروبة بالخلاط ونسبكها على النار كمان بتطلع حكاية حلوة وجميلة جدا. كده هنديها بقى ايه المرقة بتاعتها، وممكن كمان يكون معانا ستوك مرقة اللحم، بس انا ما قدرتش، بعتذر ما قدرتش احافظ عليها فظبطتها لكم ايه هنا اهو. هننزل بقى ايه باللحمة معانا كده، لحمة مسلوقة. طبعا اللحمة دي اللي هي بالظبط 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 كباب حلة، يعني عشان ايه تبقوا عارفين التقطيعة بتاعتها. تمام. وهديها بقى ايه هنا بقى عندي كزبرة مفرومة اهو. يا سلام، ده كده العملية دخلت في التقيل بقى. طيب وهنحط لها ايه بالفلفل ايه، هنكمل. حطينا المرقة وبالفلفل ايه هنكمل. طيب ممكن نديها رشة ملح بسيطة كده، فكده بقت الدنيا تمام عندي. انا بقى كله بقى ايه مسك في بعضه. ولو خدتوا بالكم انا ما نزلتش ميه فورا، ليه؟ عاوز اشوف هتنزل لي ميه قد ايه هي. تمام. فهي ما نزلتليش ميه كتير، وده معناه ان انا نجحت بعمليه التشميع دي. كانت عمليه ممتازه وجابت نتيجه صح اهو. ما فيش ميه خالص نزلت منها نهائيا اهو زي ما انتم شايفين. فكده اظن ان استوفينا شرح موضوع ليه نزلناها في الزيت، يعني اقنعتكم بجدارة. طيب اهو. طيب في عندنا هنا بقى حاجة يعني عموما مش مألوفة في المطبخ المصري، بس الحاجة دي احنا بنعملها في سوريا. اللي هي ان احنا نضيف على الطبخ ده دبس الرمان او التمر هندي، وممكن في الاخر الليمون. فانا معايا دبس رمان هنا. احنا سبحان الله الدبس رمان ده عندنا في المطبخ السوري حاشر نفسه في كل حاجة. اي حاجة في الاكل بتلاقيه ايه حاطط مناخيره فيها، بس حلو. طيب انا عاوزها متسبكة حلو، مش عاوزها انا ما بسلقش دلوقتي خلاص هي كده. بعدين البامية اللي عندي دي فروزن، ففروزن بتبقى واخدة سوا يعني.
فمش محتاج، انا مش شغال بباميه فريش دلوقتي، لان هو اصلا اظن الباميه مش موجوده في السوق دلوقتي، مش السيزون بتاعها. طيب ننقلها بقى على العين دي ونسيبها هنا، وندخل بقى ايه على الباميه الصيامي بقى. على الباميه الصيامي هنشوف بقى هنعملها ازاي. في عندكم هنا في الصعيد باميه اسمها باميه ويكا، فالباميه الصيامي دي هي بنت عمها يعني. اهو انا معايا المفرمه هنا، هصفي كده بهدوء وانقل الباميه دي. الله علينا الله. دي الباميه بقى عاوزها انا حلوه كده، قوامها تقيل شويه زي الملوخيه، لان هي هتتعمل لها طشه بنفس الطشه بتاعه الملوخيه. طيب استاذنكم نطلع فاصل بقى، وارجع لكم تاني بقى نكمل الطبق بتاعنا. يلا بينا. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني فاصل وعدنا، وحشتوني والله بجد وحشتوني. بصوا دلوقتي الرز اهو يعتبر كده ايه، خلاص في مراحله الأخيرة. رز كده في مراحله الأخيرة اهو. ما شاء الله. بصوا يعني يا سلام، سلم الرز ايه بيتكلم، والشعرية كده عاملة زي الدهب في التلج، يعني حكاية منظر جميل جدا. هنرجع نقفل عليه بس ايه، باقي انه يبخر. طيب نسيبه يتبخر براحته. البامية بتاعتنا اتسبكت خلاص، فانا هعمل ايه بقى، هحطها على نار يعني نايصة جدا اهو. نخفها كمان شوية بس ايه عشان تصفي، يعني عاوزها كده المزيج كله يتجانس مع بعضه. تمام. بس كده انا مش عاوز منها حاجة تاني غير ان انا بس اهو. بس تمام. طيب دلوقتي انا استغليت الوقت بقى ايه في الفاصل اللي طلعناه، ما خدتش بالي، كان المفروض انكم تشوفوا يعني الموضوع، بس هو واضح يعني ومش محتاج ايه كلام. دلوقتي عندي البامية انا اللي طلعت من من السلق، و فبصوا شكلها كده اهو. اهي شايفين قوامها، هتشوفوها دلوقتي كمان لما هتنزل على الزيت. فاحنا البامية دي بقى هنعمل لها طشة كده لا تختلف نهائيا عن طشة الملوخية. تمام. فانا هعمل ايه بقى، هروح مديها زيت اهو. ادي حطينا الزيت. حاجة تانية بقى هناخد مكعب مرقة. طيب بما انها صيامي بقى، احنا هننزل ايه مرقة خضار. تمام. لانه لو هحط مرقة دجاج وكده انا دخلت في المنتج الحيواني، فهي ما عادتش ايه صيامي، صح. طيب طيب دي عاوزة ايه زيت زيادة بس. عاوزين ايه نار عالية شوية، عاوزين نخف ايه النار بتاعتنا. فينا انا درجة ان انا ايه ما بقتش قادر ايه احطها على النار، يعني هننزل بقى بيها على طول. الله الله علينا الله. طيب كده بقى انا، بصوا هي بقت كده يعني فيها تقيلة، بقت ايه صوص. فانا دلوقتي عاوز ايه اتحكم فيها بمزاجي بقى. يا سلام اهو. عاوز ايه اتحكم فيها بمزاجي. طبعا هي مش المفروض انها تبقى سبرينج ده، يعني سبرينج ده يبقى خالص تبقى سايله، لا انا عاوزها تقيله كده، حاجه شبه البصاره كده، زي الملوخيه. نديها شويه ميه تاني كمان. اظن كده بقت حلوه قوي، انا شايف انها تمام، ولا انتوا ايه رايكم؟ بصوا خضرة ازاي، يعني انا مش عاوز كمان ايه ان انا ابوظ اللون بتاعها. طيب
هديها بقى ايه شوية فلفل كده. يا سلام، بس شوية فلفل اسمر، مش عاوزة حاجة تاني نهائيا. وكده البامية دي البامية الصيامي اللي هي البامية الويكا بتاعتي، لان هي البامية الويكا في مصر بتتعمل كده. بس انا شفت شيفات تانيين صحابي يعني بيعملوا ايه وهم شغالين. انا هديكوا الطرق كلها يعني. بينزل بالبامية الاول، لانه بتبقى الباميه ايه فريش مش فروزن. ده اللي خلانا ننزل بيها بدري، انها هي اصلا مستويه. فبينزل بالباميه بينزل بالباميه، بديها ميتها، بديها توابلها، بديها كل حاجتها. بعد كده بقى بتبقى الطشه في الاخر تقليبه بالظبط، هي كده زي ما بيقلب ايه الملوخيه. طيب تمام كده، احنا كده الباميه الصيامي بتاعتنا جاهزه. وهنشوف ايه، نغرفها لكم على طبق بقى كده بروقان. اهو. يا سلام، بصوا بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه. ايوه، هي كده. انا كده نجحت، نجحت في الباميه دي نجاحا كبيرا. طيب دي بقى الباميه الصيامي، او نخلينا نقول انها باميه ويكا. نعيد الطريقة اللي عملناها فيها بسرعة. المكونات بتاعتها هي عبارة عن بامية بتتسلق، بس ايه لو هي بامية فروزن مش محتاجة سلق جامد، ما بتاخدش سلق الوقت طويل، بتتعمل بسرعة. لو البامية مش فروزن هنا بتاخد سلقة وبعدين بتتفرم وبتنزل تاني بتتسلق، وبعدين بنعمل لها الطشه. بس انا كانت عندي مستويه جاهزه، عشان كده نزلت بيها ايه على التوم بشكل مباشر. انا كده ايه وضحت لكم طريقه الطهي تمت ازاي. كده اظن بقت مفهومه جدا. فالنهارده البنانيت الحلوين بقى يتشطروا بقى في البيت ويعملوا لنا، يعملوا بقى الباميه دي ويدخلوا كده بابهار وابداع بقى سواء متجوزه او لاهلها يعني. طيب دلوقتي نرجع ايه نشيك على الرز بتاعنا. تمام. يا عيني عليك يا رز، الله على جمالك. يا سلام، كده الرز ده خلاص ده كده مية مية، ونبقى قادرين نغرفه كده لو عاوزين. تمام. اها. ايوه، في نقطة مهمة هنا كده فاتتني، بس ايه افتكرتها. في حاجة بقى في الصعيد، في صعيد مصر هنا البامية الويكا بتتعمل بحاجة اسمها المفركة. فالمفركة بتطلعها أخشن من كده. يعني احنا هنا بنجود كده ان احنا بنحاول نخليها ايه شبه الملوخية، بس هي بس مديانا القوام اللزج ده مطلوب ضروري. ففي الصعيد بقى في عندهم حاجة اسمها المفركة. بيعملوا البامية المفركة الويكا دي، فبتطلع ايه أخشن شوية كده، بتبقى مخرزة عن دي حبة. بس طبعا البلدي ياكل، يعني احنا مهما عملنا مش هنعرف نعمل زي امهاتنا وستاتنا، دوك عندهم نفس طبيعي في الاكل، سبحانك يا رب. طيب طيب انا دلوقتي بقى ايه عاوز اجهز نفسي ان انا ايه اغرف الرز. طيب يا مسهل الحال. طيب هندي انا بس الباميه دي عاوز اديها على وشها كده رشه كزبره كزينه، والكزبره بتديها برضو ايه نفس. تمام. بس هي ده اللي عاوز اعمله. طيب بالنسبه للرز، انا شايف ان انا حابب اعمل له فورمه يعني، على الله ما يكسفني، بس بدل ما احط كده في الطبق، لانه العين بتاكل يعني، فالناس هتقول علينا ايه بقى، الشيف مش عارف يعمل فورمه للرز ولا ايه، صح؟ طيب طيب احنا دلوقتي كده بنعمل ايه الفورمه بتاعه الرز، وشغالين كده مزاجنا عنب وكل حاجه معانا حلوه. يا سلام اهو
عاوزين نعملها فورمة ايه، المثل بيقول ايه؟ لو اطعمت اشبع، ولو ضربت اوجع. فلازم تكون ايه الحاجة حلوة كتيرة يعني، حتى لو عدد الضيوف او اللي هياكلوا قليل، بس لازم الاكل ايه يكون كتير. طيب كده انا في مالك. طيب كده انا جهزت ايه الفورمة بتاعتي بقت جاهزة. برضو اضغطها شوية بالمعلقة، بس ان شاء الله مش هتكسفني باذن الله. كده خلصنا ايه من موضوع فورمة الرز. طيب عملنا ايه بقى؟ قلنا احنا دلوقتي الرز المصري قال لنا الشعرية الاول، وركناها على جنب زي ما قلنا عشان ما تتفحمش، صفيناها من الزيت بتاعها وشلناها على جنب. بعد كده نزلنا، انا بحط ايه تومة بسيطة جدا مع بصلة بس، يفضل والصحيح، بس مع الأسف إن أنا فرمت البصل كله، دي غلطة مني يعني. هاتي بصلة كاملة صغيرة أو على قد الحلة اللي هتعمليها يعني، كيلو رز، نص كيلو، كوباية حسب. فكل ما الكمية قلت البصلة إيه بيصغر حجمها. فأنا بجيب البصلة دي زي ما هي، بقشرها وبديها إيه بجرحها بس عشان تديني العسل اللي جواها، وبروح حاططها ايه في الميه مع الرز. وهنا بنبقى ايه جاهزين بقى. بعد كده ننزل بالشعريه وبالرز، وبنديها شوربه، سواء عندنا ستوك في الثلاجه متخزن، شوربه عظم مثلا مسلوق، شوربه فراخ، عاملين فراخ مثلا. ما ترموش الستوك ده، خلوه في الفريزر، بس ايه حافظوا عليه في اكياس معده للتخزين، لان البلاستيك العادي لما بيتعرض لحراره، سواء حراره سخونيه عاليه او بروده، الاثنين وجهين لعمله واحده، فبيطلق مواد ضاره بجسم الانسان. فانتوا بقى نحافظ على صحتنا ونحافظ على صحه ولادنا. فهنا ايه نستعمل الاكياس المعده للفروزن في محلات خاصه بتبيع اكياس تخزين امنه، سيفتي يعني صحيه. فنخزن الستوك ده. عندنا باميه نطلع منه، عندنا اي رز نعمل برغل، اي حاجه بتحتاج شوربه، بدل ما نستعمل اللي هي الشوربه الجاهزه اللي في الاسواق يعني، لا انا استعمل حاجه موجوده عندي تكون ايه فايدتها ليا افضل. نقطة تانية، احنا البامية هنا سالقين لحمة، فطبعا عشان اللحم بياخد وقت في سلقه، فانا مش هيكون عندي وقت متاح هنا على الهواء. فطريقة سلقه احنا بنعمل بوكيه جرنيل، اللي هو عبارة عن جزرة، حتة كرفس، ورقة لوري، حباية قرفة، عود قرفة، سيجار اللي هو الخشب، شوية حبهان، حاجات بسيطة كده بيتقال بوكيه جرنيه. ده مع مع شوية بصل مفروم مع تومة، وبتنزل اللحمة فيه بتتسلق. هي طبعا أثناء ما بتبتدي تقلب بتدينا وش، ده هنشيله أكيد كلكم عارفين الكلام ده. بس في نقطة عاوز أنبه عليها بقى، دي تركاية في المطبخ، ما حدش يدي اللحمة ملح أثناء السلق، لأن مجرد اللحمة خدت ملح أثناء السلق بتشمع بتأستك. هي دي بقى الفكرة بتاعت السلق. أنا أخلي الملح بتاعي بعد السوى. وبعدين موضوع السوى بدها في له يعني له كتير تفانيط يعني. في حاجات أنواع لحوم بتتنقع بمحلول يوم أو 12 ساعة على ما نطلعها. ده إن شاء الله لما نيجي نعمل لكم أكلة كده. بسم الله. يلا بينا. الله علينا، إيه الحلاوة دي يا شيف نبيل، إيه الجمال ده. طيب كده بقى انا عاوز ايه ادي شوية كزبرة كده خضرة، عبارة عن شوية لون بس. ايوه بس كده ايه ادلع الطبق بس، لانه ايه العين بتاكل. بس خلاص دي مش متقصة صح كده. احنا طبق الرز بتاعنا خلص بقى. في عندنا هنا البامية بتاعتنا بس نشوفها، بس مش عارف باقي معايا وقت لسه ولا الوقت بتاعي خلص. مسألة الإعداد ده في باقي معانا وقت يا جماعة ولا خلاص كده؟ طيب اوكي تمام حلو. طيب انا دلوقتي كده نشيل الرز ده على جنب اهو.
كده بقى معايا الرز بتاعي جاهز. يا سلام بقى ايه لو الراجل لما بيبقى شقيان بقى طول النهار ويرجع البيت يلاقي بقى ايه الفورمة الرز دي كده جميلة، ويلاقي البامية الحلوة دي، ويلاقي بامية بلحمة. وان شاء الله في حلقات جاية كمان هنروح ايه مظبطين لكم شوية حلويات. وعاوز اقول لكم على حاجة، مفتاح الراجل بطنه اي حاجة عاوزة تطلبيها هتكون مجابة، بس ايه بعد الاكل وبعد السفرة اللذيذة ساعتها نطلب اللي احنا عاوزينه لينا وللاولاد، وكله هيبقى حاضر يا فندم تحت امرك يا فندم. اما راجل جعان وداخل تعبان وعاوز ياكل هتطلبي منه حاجة هتقلب خناقة. فنصيحة يعني كده انا بعلمكم هي كده حاجات اجتماعية، يعني من ثقافة المطبخ. دائما السيطرة على الرجال، معلش ما تاخذونيش يا شباب يا رجالة، بس معلش خلينا نعلمهم عشان ايه الحياة الاجتماعية تستقر. دائما الراجل السيطرة عليه بتكون بالدرجة الأولى من خلال ايه بطنه. فاكليه كويس، اعملي له حاجات جميلة هتاخدي اللي انت عاوزاه. طيب دلوقتي ايه معانا البامية دي. طيب دلوقتي هنغرف الباميه بتاعتنا. تمام. انا الباميه دي طبعا ايه بقى اذواق، يعني انا ممكن حد تاني يقول لي لا انا عاوزها في بوله زي دي وغرقانه صلصه وكده، مفيش مشاكل، زودي لها شويه ميه. ده موضوع ايه عائد لذوق الطعام. انا بالنسبه ليا ما بحبهاش كده، بحبها ايه بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي اهو. نغرفها كده على روقان. يا سلام علينا ايه الحلاوه دي، بصوا كده. الباميه خضراء زي ما هي لسه بسبب موضوع صدمه الزيت. ما الغمقان عندي في الصلصه هنا شويه، وبسبب ان انا حطيت دبس الرمان، وممكن تاخد تمر هندي وممكن تاخد ايه ليمون. فده الموضوع بقى ايه عائد ليكوا انتوا شخصيا. وفي ناس بتحبها شرقي قوي. الشرقي القوي يعني ايه طبخ عربي سك بقى. المطبخ العربي بقى ممكن احنا ما نستخدمش نهائيا فيه الحاجة اللي انا بقولها، لا تاخد دبس رمان ولا. ما هو انا البامية دي الويكا اللي عملتها ما حطيتش فيها لا دبس رمان ولا حطيت فيها حاجة. كانت عبارة عن زي ما تكون ايه معمولة بالصلصة بس. طيب كده احنا جاهزين في ده. طيب هنديها بقى شوية كزبرة كده. بالمناسبة الطبق ده بيحب جدا الكزبرة الخضراء. طيب فاحنا كده ايه نعتبر النهاردة في نهاية حلقتنا، ويا رب صباحكم فل والله يكرمنا جميعا وربنا يهدي سر الناس على بعضها. آه ربنا يهدي سر الناس على بعضها وان شاء الله. اتمنى اتمنى اللي بينهم زعل يتصالحوا، وان شاء الله صباحكم فل يا جماعه بجد، واتمنى لكم يوم سعيد. هقول لكم بسرعه باختصار شديد اللي عملناه دلوقتي. احنا عملنا باميه باللحمه بالطريقه السوريه. مكوناتها كانت عباره عن توم وبصل وسبع بهارات وصلصه، ممكن صلصه طماطم ممكن صلصه جاهزه. انا عملتها بصلصه جاهزه دلوقتي. وشفتوا طريقة التسوية بتاعتها. بتاخد صدمة بالزيت عشان نحافظ على قوامها ولونها وما تشربش مية كتير وتفرتك مننا. انا بعملها بالطريقة الجافة دي. لو عاوزينها سايلة ممكن نزود عليها ايه المية شوية في خلال عملية التسوية. الرز الابيض اللي هو رز بالشعرية، وممكن يتعمل معاها برغل. ده في سوريا احيانا بنعمل البرغل. احنا طبق البرغل عندنا مفضل عن طبق الرز بصراحة. ف لانه ليه بقى في ده له اسباب. لانه البرغل في تجهيزه هو عباره عن قمح بيحصدوه وبعدين بيسلقوه بينشفوه وبيطحنوه، بيطلع منه بقى مواضيع كتيره بقى ده مجال كبير البرغل، يعني منه الكوبيبه وحاجات كتير. المهم انا عملنا رز مصري النهارده فقال لنا الشعريه، وبعدين عملنا الرز الابيض وتعلمنا حكايه العقله بتاعته والمقاس بتاع الرز واتعمل قدامكم. شفتوا ما خدش وقت خالص، يعني هو كبرها كوبايتين رز دول كانوا
ما كملوش 12 دقيقة بالظبط. بالنسبة للبامية اللي هي البامية الصيامي، ممكن تنعمل عادي زي دي، بس ايه، كل نفس المكونات، بس نبعد عن موضوع مرقة اللحم، نحط مرقة خضار فيها زي ما انا عملت بدي، وتتعمل بامية زي دي. ففي ناس ما بتحبهاش ايه، ناعمة كده ومفرومة، بس انا حبيت اعملها بالطريقة دي، يعني قلت ايه اقرب شوية على الحارة المصرية في الاكل، عشان الناس تتقبل الاكل شوية، مش لازم كله آه, آه. فكده اتشكركم يا جماعه، واتشكر جماعه الاعداد هم اللي بيعملوا لنا، بيخرجوا لنا الحلقه الظريفه دي. ونهاركم سعيد يا جماعه، واشكر حسن متابعتكم، والى ان نلتقي في حلقه جايه ان شاء الله على خير باذن الله. يومكم سعيد.